بسم الله وعلى بركة الله. أعزائي مشاهدي فضائية الإشراق، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى في برنامج رشقار فيلي، البرنامج التي كانت تعني بالأمور الفيلية، حياتهم الاجتماعية، حياتهم السياسية، الاقتصادية، سكنهم، ناحية جغرافية، ناحية تاريخية. نبدأ الآن البرنامج باللغة العربية، لكون أغلب سكان بغداد أو المناطق العربية ضعفت عندهم اللهجة الفيلية واللغة الكردية، فهذا البرنامج تقريبا للجيل الجديد أو الشباب الناشئ الجديد. أول ما نبدأ به موضوع الكرد الفيلية، الفيلي نبدأ أنه ندرس جذور هذه الكلمة، من أين جاءت كلمة الفيلي، وكيف أطلقت هذه الكلمة على هذا المكون وعلى هذه الشريحة على مر التاريخ. طبعا هناك آراء كثيرة حول الموضوع من جانب المؤرخين وكذلك الكتاب الأكراد، يعني من الكرد الفيلية الذين درسوا هذه المكون ودرسوا جوانبها من التاريخية أو السياسية أو شيء. هناك عدة آراء حول مفهوم كلمة الفيلي. الكلمة هذه تعني معاني كثيرة، والمؤرخين كل واحد منهم فسر الكلمة حسب ما وصل إليه اجتهاده. فقسم من العلماء أو علماء التاريخ ذكروا أن كلمة الفيلي تعني البطل، الشجاع، العاصي. فهذه الكلمات، يعني كلمات الشجاعة والعاصي والمتمرد والبطل، فهذا أيضا استعملها باسيلي نكتين بكتاب الأكراد. هذا مؤرخ روسي كتب كتاب عن الأكراد، اسمه كتاب الأكراد، فيذكر أنه كلمة الكرد أيضا تعني البطل والشجاع والعاصي والمتمرد، يعني نفس تقريبا المفهوم. فهنا التقى المفهومان، مفهوم كلمة الفيلي بالنسبة للمؤرخين وأيضا مفهوم كلمة الكرد. هناك آراء كثيرة حول الموضوع، منهم يدعي أنه هذه الكلمة جاءت من كلمة بيلي ملك حكم المنطقة سنة 2550 قبل الميلاد، وأيضا 12 من سلالته هم أيضا بعد استلموا الحكم، فاستلم حكم يعني استمر سنوات طويلة. فقسم من المؤرخين يدعون أنه هذه الكلمة، كلمة بيلي، تحولت من بيلي إلى فيلي. وكون كلمات كثيرة باللغة الفارسية أيضا، مثلا عندنا بارس، أيضا كلمة بارس وفارس. بارس تحولت إلى فارس، يعني حرف الباء تحول إلى حرف الباء إلى حرف الفاء. طبعا من اللي أنا حقيقة استندت على آراء كثير من الأخوة الذين ساهموا في هذا الموضوع، ومنهم الكاتب نجم سلمان مهدي في كتاب الفيليين أو الفيليون. وهذا الكتاب تقريبا يعني أنا أعتبره من أهم الكتب اللي ناقشت موضوع الكردية أو الكرد الفيليين وبحثت أمورهم من جميع النواحي. والأخوان بعد أيضا قسم آخر من الأساتذة، منهم الشيخ زكي جعفر، منهم الدكتور محمد تقي جون،
فهؤلاء أيضا كلهم ساهموا في إبداء آرائهم ونشر أبحاثهم حول الكرد الفيليين. فيقول نجم سلمان مستند إلى كلمة إلى المستشار كرزون، جورج كرزون، يقول كلمة الفيلي بمعنى الثورة، وذكرها هنري فيل بمعنى المتمرد العاصي، كما وردت كلمة الفيلي في مصادر تاريخية أخرى بمعنى الشجاع والفدائي والثائر. أما أصل الأكراد الفيلية فنسبه هوغو كروتا إلى الإعلاميين القدماء، حينما أرى يعني يشبه من ناحية الوجه يأخذ. أما والتر هينس فكتابه اكتشاف يعني هو هذا اللي مثلا بالنسبة للملك بيلي لقوا على القبر ماله إشارة أو شاهد مال القبر مكتوب عليه بيلي، فهذا أيضا هذول اعتمدوا عليه حكم إعلام، وأيضا اعتبروه قسم من العلماء أنه هذه كلمة هي كلمة الفيلي جاية من ملك بيلي اللي هو حكم وأولاده حكموا والسلالة مالته حكموا مال المنطقة قرون عديدة سنوات طويلة. فهذه واحدة من الشيء. أما الرأي الآخر فطبعا كل رأي له مؤيد وإلى مخالف، يعني يعني ما يعني إلى الآن تقريبا ما موجود كلمة قطعية، يعني استنتاج قطعي لمفهوم كلمة الفيلي. يعني المصادر اللي عندي أنا والمصادر اللي موجودة كلها بها اختلافات وبها وجهات نظر، وأيضا قسم منها يعني بها حقيقة وقسم منها ما يخالف الحقيقة. قسم من المؤرخين ينسبون كلمة الفيلي إلى كلمة الفيل من صار الفتح الإسلامي على مناطق إيران، الفتح الإسلامي، فالفيل يعني هو يعني يصورون أنه أهل المنطقة كانوا يربون الفيلة، فقاوموا الغزو بأن دحس الفيل قائد المعركة وقتله. فقسم من المؤرخين يدعون أنه أهل منطقة إيلام أو المنطقة الكردية اللي يسكنون الفيليين كانوا يربون الفيلة، وقاوموا الجيش الإسلامي بأن بالفيلة، والفيل دهس القائد الإسلامي وقتله. لكن احنا إذا نريد نرجع للموضوع، موضوع الفيل أصلا بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن المنطقة الكردية المنطقة الفيلية هي منطقة جبلية وعرة وصعبة جدا. يعني ما ممكن الفيل هذا الحيوان الضخم اللي وزنه أطنان أنه يعيش بهذه المنطقة، منطقة جبال ومنطقة وعرة، وأيضا حتى يعني الجبال اللي بها يعني الفيل ما يعيش ما يتمكن أنه يتنقل يركض يصعد ينزل، حيوان ثقيل وما ممكن. يعني هذه مسألة الفيل يعني احنا أبعدناها. قسم من المؤرخين ومنهم الأستاذ مدحي المندلاوي الله يذكره بالخير يدعي أنه هذه جاء الكلمة الفيلي من كلمة فئة علي. فئة علي يعني هي مسألة أنه على أساس أنه الكرد الفيلية هم الشيعة، يعني هم فئة علي، هم الكرد الفيلية صحيح يعني نقول شيعة، لكن كلمة الفيلية والناس الفيليين هذه عمرها أقدم من الفتح الإسلامي وظهور المذاهب وظهور هالمسائل هذه. فأيضا كلمة فئة علي هي بعيدة عن الواقع.
طبعا هذا آرائهم، وهم كل عالم وكل أستاذ وكل مؤرخ وكل مستشرق له آراءه، وآرائهم محترمة، لأن هذا المستشرق من يدعي هذا يعني يعمل أنه توصل إلى هالنتيجة هذا بعد جهد. فهذا شو اسمه. قسم من المؤرخين يدعون أنه كلمة الفيلي أو جاء من كلمة فهلة. الفهلة هي منطقة مرتفعة، مناطق مرتفعة موجودة بالمنطقة الكردية الفيلية اللي موجودة ضمن منطقة جبال زاغروس أو مناطق إيلام. الفهلة والبهلة يعني تقريبا متقاربة. وأيضا الشيخ زكي جعفر عنده رأي أنه هناك يكون نهر صغير موجود بالمنطقة اسمه نهر الفيلية. فإذا هذا النهر موجود وهو الرجل يعني واثق فأنا بقناعتي هذا أقرب المفاهيم إلى الصحة والدقة. الآن وصلنا إلى فاصل، وإن شاء الله سنواصل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم لتتمة برنامجنا رشقار فيلي. فقبل الفاصل تطرقنا إلى الآراء حول مسألة الكرد الفيليين، وأيضا الآن نستمر في طرح هذه الآراء. من الذين أيضا ناقشوا موضوع الكرد الفيلية أو مفهوم كلمة الفيلي الدكتور محمد تقي جون. حقيقة محمد تقي جون عنده رأي يعني يدعي أن يخالف الآراء هذه، آراء المستشرقين أو آراء الكتاب اللي كتبوا قبله. وأيضا هو محق في هذه الحالة، لأنه أيضا هو يخالف مفهوم فئة علي وأيضا البيلي وهذا المفاهيم اللي شرحناها قبل الفاصل. فهو توصل إلى نتيجة تقريبا أيضا يعني مضبوطة، وهي أنه الكتاب الأفستا مال زرادشت مكتوب بالفهلوية. فالفهلوية هذه أيضا كانت لغة الأفستا، فهي أقرب المنطقة كلها يعني لغتهم، يعني كتبت باللغة الفهلوية يعني لغة أهل المنطقة. الفهلوية تقريبا أقرب إلى الفيلية. فأكثر المفاهيم اللي ينطبق ويا الواقع فرأي الدكتور محمد جون فهو أنه كون الفهلوية اللي كانت لغة السائدة في المنطقة هي الطابق أنه كلمة الفيلي وأيضا اللهجة الفيلية. طبعا اللهجة الفيلية تطورت أو اختلفت، يعني كل اللهجات يعني من تبدأ اللهجة ما تبقى مستمرة على نفس الحالة، فهي تستمر تتغير تزداد تتطور تتأخر يعني إلى آخره. أما كاتب آخر فهو كتاب اسمه بالفارسي تاريخ سياسي اجتماعي كردهاي فيلي در عصر واليان بشتكو. هذا مؤلف ماله مرادي مقدم. تقريبا هذا الكتاب يعني أنا شفته ولو مكتوب بالفارسي ومع الأسف ما ترجم، يعني أحسن أو أكثر من الكتب اللي تطرق إلى مواضيع الكرد الفيلية، خاصة بوقت بعصر ولاة الفيليين، يعني من قلي خان وابن غلام وقبلهم. فالمنطقة يعني كل يعني ناقش حقيقة بشكل موضوعي أوضاع المنطقة بشكل تفصيلي. مع الأسف الكتاب ما مترجم للغة العربية، لكن بها شو اسمه.
هو شو يقول يعني إلى هسه ما نقدر أنه نأكد أنه هذه الكلمة من أين جاءت وجذور مالها من، فهناك اختلافات كثيرة حول الموضوع. فأيضا هو هم يناقش يعني هم على ملك بيلي وعلى غيره، بس هو عنده هم رأيه يعني يقول ولاة الفيليين اللي حكموا زمن القاجار وبعدين نهايتهم سنة 29 على النظام البهلوي. ولاة الفيليين أيضا كتبوا على قبورهم على شواهد القبور كلمة فيلي. الفيلي هذه يعني معتز بها أو ما يعني ما نعرف أنه هم يعني بالأساس الأول واحد كتب أنه الفيلي هذا من مستنتج. يعني بصراحة ما عندنا شو اسمه كل الآراء اللي موجودة أنه واحد يقول من كلمة بيلي، واحد يقول من كلمة الفيل، واحد يقول من فئة علي، واحد يقول من يعني أسماء وأشكال يعني مفاهيم متعددة، لكن قسم منها قريبة من الواقع مثل ما قلت يعني كلمة مال محمد تقي جون أنه من الفهلوية، والفهلوية الكتاب اللغة اللي كتبت به الأفستا كتاب زرادشت. أيضا هو يهم بالنسبة للفيل أبي عارض يقول يعني منطقة ما بها ممكن يعني ما مو بالممكن أنه هذا الحيوان يعيش به، صعبة. وأيضا المصطلحات الباقية، بس هو هم يعني يشير إلى مسألة الأفيستا فهذه يعني هذه الصعوبة إلى هسه حقيقة ما واصل إلى نتيجة أو إلى شيء قطعي حول موضوع الفيلي. يعني مفهوم الكلمة مفهوم يعني ماشية إلى هسه أنه الآراء وكل الآراء أيضا محترمة. فاللي يقول فئة علي أو اللي يعني كل واحد عنده دليله. وأي شيء آخر بالنسبة للفيل، يعني مو شرط الفيل الكلمة موجودة بالعربي ينطي نفس المعنى بالكردي، مو شرط، ولا بالإنجليزي. هسه فيل بالإنجليزي فهمت، بالعربي فيل، يعني بالكردي يعني مو شرط. يعني هذا هم أنا أكو قسم من الأشخاص أنه من يترجمون يأخذون الناحية التشابه، يعني تشابه الكلمة، وهذا التشابه أيضا هو مو صحيح، لأنه ما ممكن أنه الكلمة موجودة بالعربي تنطي نفس المعنى بالإنجليزي، أو الكلمة موجودة كلمة إنجليزية نفسها مثل ما أيام زمان قالوا شكسبير، كلمة شكسبير جاء من شيخ زبير. يعني هذا ما ممكن يعني أنا نفسر هالمسائل هذه. فإلى هسه يعني موضوع الكرد الفيليين واكو إن شاء الله يعني الشباب واكو هناك مؤرخين جدد أو باحثين من جامعة طلبة ماجستير دكتوراه، فأتمنى أنه يوصلون إلى نتائج أفضل من هاي النتائج اللي وصلوا لها الأخوان أو اللي كتبوا به وتعبوا به، والله يرحمهم الأموات والله يطول أعمار الموجودين منهم. فهذا المفهوم لها إلى الآن مفهوم كلمة الفيل. يعني هواي يسألوني برا مثلا هاي الكلمة مين جاية؟ يابا يعني كان يوم أقول لهم يابا من متمرد، من شجاع، من بطل، من يعني آخره. وهذا بالنسبة لمحمد مرادي مقدم بالفارسي حقيقة عنده ملاحظة قوية. يقول بالنسبة لكلمة الفيلي تنطي معنى المتمرد والعاصي. قال إذا هذه الكلمة أنه متمرد وعاصي صحيحة، فالوالي الفيلي ما يخلي على قبره عنوان إله. يعني دائما الإنسان دائما اللقب يدور على لقب شيء جيد، مو لقب أنه مثلا متمرد عاصي زي ذا. هو يعني والي منطقة، والي يعني تقريبا كان يحكم مثل ما يحكم الملك،
يحكم يعني عند السلطة يعني مطلقة. فكيف أنه يكتب على قبره أنه متمرد أو عاصي؟ عاصي على من؟ فلهالسبب هذا كلمة المتمرد والعاصي أيضا مراد متقدم ينفي، يقول هذه الكلمة أيضا مو صحيحة، لأنه شلون هذا يختار كلمة عاصي ومتمرد هو والي منطقة؟ فإذا إلى الآن مع الأسف ما متوصلين إلى هذه الكلمة، ويعني دراسات ما واصلة إلى ما أعرف يعني إذا أكو مثلا بغير لغة يعني باحثين أخر. يعني بالنسبة لزكي الشيخ زكي الرجل تعبان بالمتاحف وبالمصادر وتعبان، بس أيضا يعني هم يذكر نفس القضية اللي احنا نذكرها. فأكو يعني أيضا يذكرون أنه الفيلي احنا نطلق على كرد الشيعة، والكرد الشيعة يعني نطلق عليهم كلمة الفيلي. مع الأسف أكو عشائر فيلية احنا يعني نأكد عليها ونلقي الضوء عليها. عشائر فيلية عندنا احنا صح، الكرد الفيلي هو بالنسبة للناحية المذهبية هو الشيعي، لكن اكو عشائر كردية فيلية هي بها مذهبين، المذهب الشيعي والمذهب السني. يعني ناخذ عشيرة الزنقنة الموجودين جنوب داقوق، يعني على مناطق خانقين ومندلي ومناطق اللي موجودين على الجانب الآخر من زاغروس، يعني على إيلام والمناطق هذا هم شيعة. لكن الزنقنة اللي موجودين بكركوك بكفري بسليمانية بأربيل هذول السنة. يعني احنا ما نقدر نعمم هذا شو اسمه، لأنه هاي العشائر الزنقنة والكلهر الموجودين أيضا عندنا بمناطق إيلام ومناطق العراق، يعني سواء بدرة وزرباطية أو مندلي خانقين، يعني من عشائر الكبيرة، يعني عشيرة كبيرة كلش، من تقريبا من أكبر العشائر. عشيرة الكرهر أيضا الموجودين منهم واللي هسه موجودين وعايشين بالسليمانية مذهبهم شافعي. وعندنا أيضا عشيرة الورمزيار ورمزيار اللي عايشة ساكنين بزرباطية وهالمناطق مالتنا بدرة زرباطية والمناطق هذه هذول الشيعة. لكن الورمزيار اللي عايش مثلا بكردستان بشمشمال أو بهالمناطق هذه حلبشة وهالمناطق، فهذول أيضا هم سنة. فأيضا احنا ما نقدر نطلق هاي الكلمة نقول الكرد الشيعة هم الفيليين هم كلهم كرد الشيعة. لكن احنا الخلاصة ناخذ الموضوع أنه الفيليين الموجودين تجمعهم عدة عناصر أو عدة أواصر، منها أولا اللهجة. احنا الفيليين نحكي لهجة واحدة، إذا بخانقين إذا بمندلي إذا بعيلام إذا بأي مكان هاي اللهجة مالتنا معروفة. لأن اللهجات الكردية متعددة، عندنا اللهجة البادنانية السورانية يعني اللهجات الرئيسية موجودة، اللورية واللور هم أيضا اللهجة اللور هم أيضا أكراد، بس اللهجة من لهجات اللغة الكردية. اللغة الكردية بها لهجات هواية، يعني بادنان وسوران، ويعني عندنا هورامي يعني مجموعة لهجات عندنا باللغة الكردية. فأيضا احنا عندنا هاي اللهجة الفيلية تجمعنا. ثاني أو آخر أنه عندنا المصالح المشتركة، يعني احنا تقريبا عندنا علاقات قرابة وعلاقات بين كل الأكراد اللي موجودين بهاي المنطقة المحصورة على جانبين زاغروس. وأيضا عندنا علاقات المصاهرة والزواج وعلاقات القرابة وعلاقات تجارية وأيضا المذهبية. فأيضا احنا يعني اللي موجودين يعني أغلب الأكراد الفيلية المتواجدين بهاي المنطقة يعني على جانب زاغروس تجمعهم هاي الحالات: اللهجة، المذهب، المصالح المشتركة، والتاريخ مشترك، وقرابة وزواج وهذا. إلى هذا الحد نكتفي بهذا الموضوع،
وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.